السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أكثر ثلاث شغلات تحمسوا الناس وقالوا لي تكلم عنها هي هذه من عطورات جنيد. قبل لا أبلش، أول شيء عطر تباهي، هل هو قريب من عطر أمبري نوماد ولا لا؟ طيب، إذا تبي الإجابة القصيرة نعم، هو يوم يبرد وايد قريب من أمبري نوماد، والعطر صراحة جودته ممتازة، راح تلاحظها أنت من استخدامك للعطر. أول ما يفتتح ريحة الورد تكون واضحة في العطر، بعدين يبرد وياخذ المنحنى اللي هو يميل للريحة. طبعا ثلاث مكونات أساسية في العطر: العنبر والورد والعود. لكن يوم يبرد ياخذ المنحنى اللي مائل للزهري زعفراني مع دخول العود. صراحة عطر جميل، أداءه ممتاز. بين العطور الأربعة اللي عندي هذا أقوى واحد باستثناء العود، اوكي هذا ما اعتبره عطر، هو دهن عود. طيب، في تقلب في الريحه مثل ما قلت لكم، الافتتاحيه الزهريه تكون جايه من الورد واضحه، بعدين يبرد ياخذ المنحنى الثاني. ولكن يوم ترش العطرين يم بعض راح تحصل بعض الاختلافات، ولكن العطرين كثير قريبين من بعض. هذا ب 320 ريال على الاقل في معرض طيب الحزم. ننتقل حق العطر اللي بعده، عطر عتيق في 4 مكونات أساسية. القاعدة جاية بالعنبر مع خشب الأرز السيدر وود، أما القلب يجيكم بالورد، والافتتاحية اللي جاية من الفانيليا. عطر ممتع جميل سهل، يمكن هذا أقل واحد فيهم من ناحية الأداء، ولكن أداءه ما زال ممتاز وريحته تكون واضحة كل ما أنت تبي تشمه. عطر جميل، وأشوف أنه يعني بغض النظر عن المكونات المذكورة، أنا أشوف أن العطر يعطيك ريحة فانيليا مع دخول خشبي جميل جدا. بصراحة عطر فعلا وايد حلو يعجبني. اعتقد سعره 160 ريال. عموما الاسعار راح اكتب لكم اياها تحت. فعطر جميل ويستاهل، اتمنى انكم تجربونه واشوف انه من العطور اليومية. طبعا هذا من العطور القديمة، اكثر من 10 سنين في الشركة وانا شاريه هني يوم كان في قطر، وكنت كثير اتكرر عليه، والحين صدته فعلى طول خذت لي واحد. العطر اللي بعده هو ازور. ازور الله يسلمكم اكثر شيء يركز عليه هي ريحة الجلد، لكن جاي بلمسات جلدية مائلة إلى تابلية مع لمسات فاكهية شوي ما تكون وايد واضحة. افتتاحية العطر تجيكم باللمسات الحمضية، يدخل إلى قلب العطر اللي فيه. طبعا كل هذا اللي بتكلم عنه مع وجود الجلد واضح، مع انه موجود في القاعدة. طيب، مع لمسات في القلب جاية زهرية، أزهار بيضة، مع الأوسمانثس اللي هو تؤخذ منه الريحة الفاكهية اللي مرات كأنها جاية بريحة المشمش. أما قاعدة العطر فيرتكز على الجلد وخشب الأرز اللي هو السيدر وود، لكن بشكل عام تشم ريحة الجلد داخله كأنها مع لمسات فاكهية خفيفة مع لمسات تابلية أوروماتيكية. يعطي العطر صراحة تجربة جميلة وأداء ممتاز كذلك ويفوح. أتمنى أنكم تجربونه، هو عطر أزور. العطر الأخير هو عطر رجوة. هذا العطر أول ما شميته على طول قدرت اني اشم الريحه الحمضيه، ولكن العطر مش بس مرتكز على الريحه الحمضيه، العطر الله يسلمكم مركز اكثر شيء على ريحه المسك اللي متداخله مع العود، فمستخدمين العود الهندي في القاعده وراح تشمه واضح في العطر، ودخول اللمسه الخشبيه اللي جايه في قلب العطر من استخدام خشب الصندل. اما الافتتاحيه فهي جايه من البرغمون. عطر صراحه جميل، انا دائما ارشح على الغتره، بعد فترات من استخدامه راح تحس انك قاعد تشم ريحه بخوريه جايه من العطر فعلا. فعشان كذي يوم تسالهم في المعرض بيقولوا لك ريحه بخوريه، لان هذه جايه من استخدام العود الهندي مع المسك في قاعده العطر. تستاهل التجربه، اتمنى انكم تجربونه وتعطوني رايكم فيه. عطر رجوه. اخيرا وليس اخرا، قبل لا اودعكم بتكلم عن عود جنيد. باختصار، عود جنيد هو امتزاج اعواد مختلفه، فتشمون مرات الريحه يعني لانه فعلا ادهان عود مخلوطه في دهن واحد. طيب، ما هو بس مثلا كمبودي ولا كذا، عشان شيء اسمه عود جنيد. فتشمون مرات الريحه ريحه الدهن الكمبودي، مرات تشمون ريحه الدهن البخوري، مرات الترابي، مرات الدخاني. فامتزاج جميل لادهان عود، ثباته ممتاز وريحته حلوه. والحين يعني مع هالوقت فهو وقته، مع دخول الجو البارد، فاللي ما جربه عنده فرصة انه يجربه. ينباع ب 200 ريال في طيب الحزم، وبصراحة يستاهل ربع تولة، بس على هالسعر صراحة يستاهل وجميل. طيب، أخيرا وليس آخرا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.